لكن نواسي أنفسنا في قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأهل الحق قلة، وأهل الباطل هم أكثر عددا وعدة، وأتقن منا لوسائل الإعلام وغيرها. وأما أهل الحق فلله الحمد سمي حقا بمعنى الشيء الثابت. كل ما يجري في العالم الآن سببه دعاة الفتنة، دعاة الباطل. والله ما رأينا منذ أن رأيناهم خيرا ما يحصل في بلاد الأمة الإسلامية كافة حينما سفقوا للباطل ففقدوا الأمن في أوطانهم وبلادهم لأنهم استمعوا لدعاة الفتنة. أحدهم هتف وخرج على وسائل الإعلام أن جاهدوا واذهبوا للجهاد، فلما ذهب ابنه، وأعني ما أقول وأقسم بالله أني صادق، فلما ذهب ابنه إلى أحد الدول العربية للجهاد ذهب الداعية ليكلم وزير الخارجية أن يرجع ابنه، كأن أبناء المسلمين رعاع وابنه هو الطاهر المطهر. دعا للجهاد ومانع ابنه. يجتمعون ويأتون بالطائرات على الدرجة الأولى علماء الفتنة ليجتمعوا فيما بينهم عبر وسائل الإعلام، ثم يقولون بوجوب الجهاد وغيره. فلماذا لم تذهبوا؟ فلماذا لم يذهبوا؟ الإسلام ليس أن تقول بل أن تفعل. ولهذا أقسم بالله أني أستحي أن أتكلم بالجهاد لأني لست أهلا له، وهم يتكلمون ويخاطبون ويجمعون واذهبوا للجهاد، وأبناؤهم في أحسن المدارس وأرقى المدارس ويسافرون على الدرجة الأولى من أجل أن يدعوا الناس للجهاد. ففقدوا الأمن في أوطانهم. في البلاد العربية لما حدثت الثورات صفقوا لها، ولما حدثت في بلادهم وقبلتهم التي يذهبون إليها سياحة صمتوا عنها ولم يتكلموا. لماذا؟ إنهم أهل هوى لا أهل دين. والله العظيم ليسوا أهل دين. والله إن الإمام مالك رحمه الله يقول: ما أفتيت حتى شهد لي أكثر من 70 أني أهل للفتوى. الإمام مالك. عطاء بن رباح رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان ينادي مناد في الحج: ألا تفتوا ولا أحد يفتي في الحج إلا عطاء. رغم عدد العلماء الكثر في الأمة الإسلامية، لكنهم يعلمون أين يضعون الرجال، يعلمون أين يضعون الرجال ومن هم الرجال. لهذا ما ضاعت الأمة الإسلامية إلا من علماء الفتنة وعلماء السوء، يصفقون لكل ما يريدون، هوى متبع، ينتقدون هذا ويتكلمون على هذا، وأحدهم يحرم السفر لبلدان عربية ويرتع في البلاد الأوروبية. ثم نقول هم علماؤنا: الصمت عن هذا زيادة سفاهة، الصمت عن هذا زيادة سفاهة. إبراهيم عليه السلام كان يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي آية أخرى: رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلا أل التعريف. في الأولى حينما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلد، وفي الثانية حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا بعدما كان البلد. فالأمان مقرون بالعبادة. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. قال بعدها: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ابتدأ بالعبادة ثم الأمان ثم الطعام. لهذا متى ما رفع الأمن عن أي دولة كانت فقد رونق العبادة وما استطاع الناس أن يجتمعوا لعبادة. وهذا ما يحدث في بلاد العربية، يجتمعون في الطاعة ويخرجون بالأكفان. لهذا الله عز وجل قال: فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع الاقتصاد وآمنهم من خوف. هم دعاة فتنة. لهذا لو رجع الزمان إلى الوراء، وأعني ما أقول، لصمت أقوام بعدما علموا حقيقتهم حينما أوقدوا على النار ما يريدون ليصعدوا على كراس ألصقت بهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحكموا باسم الدين. فأنت فاسق باسم الدين، وأنت كافر باسم الدين، وأنت دمك حلال باسم الدين، كل شيء صنعوه باسم الدين. فإلى متى؟ إلى متى هكذا؟ سفكوا دماء المسلمين في كل مكان من أجل الفتاوى المزعومة. أحدهم الموظفة ترضع زميلها في العمل تكن ماذا؟ أخته. وآخر يحرم السفر لماذا؟ لوجود المنكر. وآخر يفتي فتاوى تستحي منها الرجال، يستحيون منها الرجال. ألا إن هدم الكعبة التي هي نبراس للمسلمين وقبلة المسلمين وعمدة الإسلام أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم، ثم يراق من أجل عرش، ثم يراق من أجل فتاوى باطلة مزعومة أصحابها همهم الملايين. أولئك الدعاء قبل أن يخرجون على شاشات التلفاز يوقعون بالعقود بالملايين، وأنا وقفت على تلك العقود، وقعوا بالملايين حتى يفتوا ويعلموا للناس دينهم. ثم يجتمع في إحدى الدول العربية ويقول أيها الشباب اذهبوا للجهاد. أين ابنك؟ أين أنت؟ أنت ذهبت إلى أحد الدول العربية فرتعت بها وصمت عن أمة تذبح، وكل هذا بزعمك وفتاويك. لهذا العلم ليس يا عباد الله بكل من استحسنتم وجهه أو منطقه أو كلامه. ألا إن دين الله عز وجل متين، وأصعب ما يفتى به ألا وهي دماء المسلمين. دماء المسلمين. كان العلماء لا يفتون بالطلاق. سعيد بن جبير كان لا يفتي بالطلاق وهو طلاق، قال لأنه فيه استحلال الفروج. فكيف في الدماء؟ فكيف في الدماء؟ كان السلف رحمهم الله يهربون من الفتية، من الفتاوى، يهربون منها خشية أن يأتي الناس يوم القيامة يتعلقون بأعناقهم. ونحن في كل مدينة 1000 مفتي، 1000 مفتي يسمي نفسه، الجاهل يسمي نفسه مفكر إسلامي، والأحمق يسمي ربما نفسه داعية إسلامي، والجاهل يسمي مفتي إسلامي، وهكذا كل يتعلق بالإسلام والإسلام منهم براء. أصبح أبناؤنا ضحية. لهذا والله ما وقفنا هاهنا إلا أن نعلمكم من هم، لأن غدا أبنائي وأبناءكم يصبحون ضحية لأولئك القوم دعاة العلم والمتعالمين. لهذا ألا قبحهم الله. أهكذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسألكم بالله، هل محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعا يوما لمنصب؟ دعا يوما لكرسي؟ بعث لقيصر أسلم تسلم، أسلم تسلم لقيصر، وقال إلى عظيم الروم وهو نصراني، وإلى الفرس الذي يعبد النار بعث له أسلم تسلم، أي افتح مجال للدعوة ودعنا وابقى على عرشك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قرية وقف على السفوح فسمع، يسمع، فإذا سمع الأذان تركهم، ما سأل عن حاكمهم، ما سأل عن قانونهم، ما سأل عن شيء، المهم أن يقام دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتون فيلعنون ويشتمون. أولئك هم خوارج العصر، خوارج العصر. ثم بعد ذلك الداعي المسلم إذا دعا للأمن والأمان وعدم حقن دماء المسلمين قالوا عنه متخاذلة وقالوا عنه جبانة، وهم الأبطل المغوار. إذا فاذهب وأرنا واسمع وكن بطلا. أصبح شباب المسلمين ضحية لهم. إلى متى؟ أحدهم ربما أخرجوا لنا رعاع. أصبح رجل لا يحفظ شيء من كتاب الله عز وجل ويشتم العلماء،
أين أنتم يا علماء الإسلام؟ لماذا تصمتون؟ ومن أنت حتى تقيم العلماء؟ لماذا تجرؤوا على العلماء من دعاة الفتنة؟ من دعاة الفتنة بدأوا بالقصص ثم انتهت لاستحلال دماء المسلمين. إلى متى الصمت عنهم؟ ألا إن الصمت عنهم رذيلة، ألا إن الصمت عنهم رذيلة. حينما استفحل الأمر نادوا للناس أن اجمعوا أموالكم لإغاثة إخوانكم، ثم سرقت أموال الناس. أهذا دين؟ أسألكم بالله هذا دين؟ والله على ما أقول شهيد أني ما زدت كلمة واحدة، وكل هذا أعلمه أنا علم اليقين. جمعوا أموال المسلمين ونادوا بالتبرعات، ثم بعد ذلك ما وصل شيء للذين تبرعوا لهم. فأين ذهبت؟ أين ذهبت؟ أهذا دين؟ ثم بعد ذلك حينما نحذر منهم أو نضيق عليهم الخناق نعاني من الشتم، وربما يقذفوننا بعرضنا وبدمائنا، وربما يتهمونا. لماذا لا يريدون أحد أن يعكر صفو حزبهم، صفو منهجهم العفن الذي جمع لنا كل نطيحة ومتردية وما أكل السبع؟ همهم السياسة، وأصبحت منابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سياسية بحتة. أصبح كل من رجل وداعية يصعد على المنبر ها هنا ويشتم الحاكم يصبح بطلا مغوارا عند أمة الإسلام. وهل سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شتم أحدا على منبره؟ هل شتم أحدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل كان يعلم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى للأمن من أجل الدين، لا يسعى لهدم الأمن من أجل الدين. ابن أبي زعيم المنافقين قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عنه: سمن كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ابن أبي يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: لا، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا، غدا يتحدث القوم أن محمد يقتل أصحابه، لا يريد زعزعة، لا يريد قيل وقال في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، يريد وحدة الصف صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يريده. هم جعلوا المنابر سياسية، جعلوا المساجد سياسية، والذين يخاطبونهم لا يعلمون الفرق بين قل هو الله أحد وقل هو الله واحد. لا يعلمون الفرق بين الشكر والحمد، ويريدون أن يعلموا. هكذا هم. لهذا احذروهم وإياكم أن تقعوا في شركهم. والله إنهم لخطر على أمة الإسلام. وانظروا لشبابنا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينقي الأمة من هذه الوجوه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. عباد الله، إياكم وأصحاب الألسن المعسولة البراقة حينما يقولون إن الإسلام لا يقوم إلا على الدم. ألا إن الإسلام لا يقوم إلا على كتاب الله، وتعليم الناس لكتاب الله أوجب وألزم. ومتى ما علم الناس ما هو كتاب ربنا سبحانه علموا الحق من الباطل. أما أن نأتي إليهم لأناس ربما لا يحسنون الصلاة ولا السجود، لشباب بعمر الزهور، نغرر بهم أن اذهبوا فتقدموا واسفكوا دماءكم، ثم بعد ذلك هم يجلسون على كراس أنعم من الحرير، ويخرجون على وسائل الإعلام بالملايين، وأعني ما أقول، ثم يقولون عليكم واذهبوا وجاهدوا واذهبوا للجهاد وادفعوا بأبنائكم، فلماذا لم تذهب أنت؟ يقولون إن الأمة تضيع إذا ذهبنا. ألا إن أمة الله، واسمع، هذا الدين مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما ضاعت هذه الأمة. ألا إن هذا الدين لا يضيع، واستحال أن يضيع، لأن الله حفظ الدين ويحفظ الدين ولو برجل واحد، ولو بكتاب، ولو بالفاجر. قال عليه الصلاة والسلام:
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فإياكم منهم. ألا إن نعمة الأمن لا تضاهيها نعمة. لهكذا هم ذهبوا لأي بلد ووجدوه آمنا ثم أوغلوا أفكارهم المسمومة به، أوغلوا أفكارهم مسمومة به. لهذا انظروا، أسألكم بالذي رفع السماء وبسط الأرض وجمعنا هنا، هل رأيتم دولة، وأعني ما أقول، عانت ما عانت من الثورات ثم استقرت؟ لن تستقر، لأنها قامت على باطل، قامت على باطل. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام احفظ علينا بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلاد المسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظ علينا الإمارات وسائر بلاد المسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم